هنعمل النهاردة وصفة الكوكيز اللي بيقف عليه طوابير، كوكيز العبد. وصفة اقتصادية جدا، من غير لبن ومن غير بيض ومن غير مجهود وبالمضرب السلك. وصفة ولا أروع، سهلة جدا واقتصادية جدا، وطبعا وصفة صيامي بامتياز. أنا هبة ودي قناتي. لو أول مرة تشوفيني ادخل قيم المحتوى، قوليلي رأيك في التعليقات، تابعوني لآخر الفيديو وقوليلي رأيك في التعليقات بعد ما تجربوا الوصفة. يلا نبدأ. معايا نص كوباية سمنة وممكن زبدة، بس أنا استخدمت سمنة ودي سمنة نباتي عشان أنا عاملاه الصنف صيامي. وتلت كوباية سكر، وهضرب السكر والسمنة، ويفضل السمنة تكون في الحر خارجة من التلاجة. هنضربهم لغاية ما يفتح لون السمنة والسكر مع بعض. هضيف لهم ربع كوباية زيت بالتدريج واستمر في الضرب. معايا كوبايتين دقيق، هحط الكوبايتين الدقيق، هي تقريبا هتاخد من حوالي من كوبايتين لكوبايتين وربع دقيق. دقيق جميع الأغراض يا جماعة، أو دقيق كحك وبسكوت، ده أو ده ينفع. هقسم العجينة بس كده، ادي عجينتنا. هقسم العجينة على قسمين. القسم الأولاني فانيليا، ده حطيت زودت عليه ربع معلقة بيكنج باودر ومعلقتين كبار دقيق تاني علشان تلم العجينة. والقسم التاني حطيت عليه شوكولاتة وعليها ظرف نسكافيه، وقلبتهم برضو لغاية ما تلم معانا العجينة. زودت معلقة دقيق بس لغاية ما تلم العجينة معايا. وبقى عندي كوكيز شوكولاتة وكوكيز فانيليا. في ابسط من كده ولا ابسط من كده، والطعم خرافة يا جماعة. انا حطيتها حوالي نص ساعة في التلاجة عشان الجو حر جدا، فانا حطيتها تتماسك شوية. بعد كده باخد بكور الكوكيز بتاع الفانيليا والشوكولاتة واحطه في الشوكليت شيبس. اكور الكوكيزة واحطها في الشوكليت شيبس. في شوكليت ابيض وفي شوكليت دارك، انت اختاري اللي انت تحبيه. باخد الكوكيزة واحطها في الشوكليت شيبس لغاية ما تخلص معانا الكمية. ادي يا جماعة شكل الكوكيزة تحفة، نفس شكل الكوكيز بتاع العبد. والطعم مش عايزة اقول لكم يا جماعة، الريحة تحفة خرافة. بنسويه في فرن على درجة حرارة 150 محمى مسبقا طبعا، في الرف الاوسط. بياخد من 10 دقايق ل 12 دقيقة لغاية ما ياخد لون بس من تحت، وهيطلع معاكي بالجمال ده. بنسيبه لغاية ما يبرد وبعد كده بنشيله. جربوها، مفيش وصفة اسهل من كده. قولولي رأيكم في التعليقات وشير للفيديو عشان انت تستفادي وغيرك يستفاد. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.